الفران. داك الفرomage شويه كما تشوفوا معايا انا تياخذ واحد شويه ديال التحميره. السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في قناتكم قناه الغزالات. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نتقاسم معكم الطريقه ديال التحضير كيكه مالحه. بالنسبه للعجين ديالها غادي نصايبوه بالدقيق ديال القمح، وبالنسبه للحشوه غادي يكونوا مكونات اللي هما بساط. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال اعجابكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال العجين عندي اول حاجه هو الدقيق ديال القمح. هنايا عندي 2 كيسان ديال دقيق القمح بعباره كاس العنبه، 2 كيسان. كذلك عندي هنايا 2 كيسان ديال دقيق الحرش، ها هو داك الحرش فينو عندي من 2 كيسان. عندي شويه ديال الخميره المعجونه. هاد الكيكه المالحه ما غاديش نديرو فيها خميره ديال الحلويات، انا ممكن ديروها الا بغيتوها لاني انا تنتفاداها بزاف دونك تنفضل انه نديرو فيها غير شويه ديال الخميره معجونه بحال هكا. وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تجي. غنحتاجو 3 ديال البيضات، غنحتاجو شويه ديال الزعتر، غنحتاجو الابزار، الملحه، زيت الزيتون، غنحتاجو واحد الملعقه ديال المطر، غنحتاجو واحد ياغورت مسوس، وغنحتاجو بعض القطرات من الخل. وباش غادي نجمعوا العجين بيان سور بشويه ديال الماء دافي. دونك هادو هما المكونات ديال العجين. المكونات ديال الحشوه تا هما الحشوه تتبقى اختياريه، ولان هاد المكونات هادو تتجي بها لذيذه بزاف ومميزه. عندي هنايا البصله. بالنسبه لهاد البصله هادي راني شحرتها بشويه ديال مليحه وزويته، تتشحرات مزيان تنزلات. هذه البصله الخضاريه اللي الشكل ديالها تيشبه الشكل ديال البورو، ولكن هي تتجي لذيذه بزاف كما تشوفوا معايا. راني درت واحد الكميه كبيره حيت فريمون تتعطي واحد المذاق زوين. وراه الوقيته ديالها هذه استغلوها وطيبوا بها، راه زعما المذاق ديالها مميز. عندي هنايا فلفله مخلطه ما بين حمراء وخضراء، حتى هي قطعتها مربعات وشحرتها في شويه ديال الملحه وشويه ديال زويته زيت الزيتون. عندي هنايا مطيشه اللي قطعتها مربعات ما شحرتها ما والو، قطعتها مربعات بحال هكايا. عندي هنايا واحد 4 ديال الفرماجات مثلثات. عندي هنايا علبه ديال الطون مصفيه من الزيت صافي. وبالنسبه كذلك في الحشوه نحتاج شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وشويه ديال زيت الزيتون، وشويه ديال الزعتر اللي غنديرهم كذلك باش نسمو الحشوه. وكذلك غادي نحتاجو الموتزاريلا اللي تتبقى اختياريه اللي نديروها من الفوق ديال الكيك. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها هو انه غادي نصايبوا العجين. بسم الله. نحليو هاد المكونات ديال الحشوه هنايا. نبداو غناخذوا واحد الاناء بحال هكايا، غنديروا كما ذكرت 2 كيسان ديال الفينو. غندير كذلك 2 كيسان ديال هذا ديال دقيق القمح. نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان شنو تندير. هاكا كما شفتوا معايا درت هنا 2 كيسان ديال الحرش مع 2 كيسان ديال سميتو. نشد شويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو بحال هكا في يديا غير هكذايا. انا تعجبني فيها الزعتر بزاف. غنحاول باش ندير واحد خو هنا في الوسط. هاد الحفيره غندير فيها خميره معجونه. غندير البيض. بسم الله. غندير ياغورت مسوس. غندير كذلك شويه ديال الخل. الدور ديال هذا الخل هذا هو انه اولا تيساعد في التفعيل ديال الخميره، يعني تتفاعل بسرعه، وكذلك تتجي الكيك ديالنا تيجي رطب وتيجي هش كما تنقول. كذلك غادي نزيد بحال ما هكا واحد نص ملعقه ديال المطارد. غادي نزيد شويه ديال الابزار،
تعجبني انا تكون شويه حاره. غادي نزيد شويه ديال الملح. دونك هادو غادي نعجنها كما تشوفوا معايا هنا بشويه ديال الماء دافي. دونك هادو هما المكونات. دابا غادي نبدا نخلط. كنخلطها غير بمعلقه. دونك هانتوما كما تشوفوا معايا انا راني خلطت العجين. بالنسبه للكثافه ديالو خصها تكون بحال ما هكا، بحال تقريبا الكثافه ديال الكيك العادي. تقريبا 3 ديال الكيسان ديال الماء بقياس كاس العنبه هما اللي تنخلطوا. المهم خاص تكون الكثافه ديالو بحال ما هكا. واحد الحاجه انا واحد المكون نسيتو، نورمالمون قلت لكم في المكونات في الاول ولكن نسيتو فاش كنت تنضيف، هو زيت الزيتون. او غادي نضيف تقريبا ملعقه 2 فقط ديال زيت الزيتون. نعاود نخلط عاوتاني. وها هو العجين ديالي دابا موجود. غنخليه جانبا يخمر شويه وناخذ نحضر الحشوه. هاكا شتي هو دابا درك يوجد عندي العجين. دونك ها هو العجين ديالي دابا وجد. ها هويا دابا غادي نحطوه هنايا جانبا وغادي ناخذو نحضروا مع بعضياتنا الحشوه. بالنسبه للحشوه كاين عندي هنايا. بالنسبه للحشوه غندير الطوماط قطعتها من قبل، غندير ديك الفلفله. هذاك الماء ديالها ماشي مشكل غنخليوه معاها. غادي ندير بصله، شويه. غادي نضيف تونه. نحاول باش نقطعها بحال ما كدا رقيقه باش هاكا صافي. غنضيف داك الفرماج. صافي. وغادي نحاول باش نخلط كلشي هذوك المكونات تنسجم مع بعضياتها. غادي نضيف دابا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، وغنضيف شويه ديال الزعتر. غنضيف شويه ديال زيت الزيتون، صافي. ونخلط كلشي هاد المكونات. بالنسبه للحشوه راه تبقاو نتوما تضيفوا وتنقصوا على حسب المتوفر وعلى حسب شنو بغيتوا. مي هاد لاباز هادي راه تتجي لذيذه، جربوها. وخلاص مع هاد البصله الخضاريه ولا هاد البصله هادي اللي كما قلت لكم في الاول ماشي البصله المكركبه اللي تكون طويله، بلاتي نوريها لكم. هاد النوع هادي ديال البصله ها هي، وكما ديجا شرحت لكم ماما حتى هذا الخضر هذا حتى هو راه تنستعملوه فيها. المهم هذا بين قوسين. هذه البلاصه فيها شويه التراب. دونك هنا كما تشوفوا معايا العجين ديالي موجود، الحشوه موجوده. غادي ناخذ نجمع هنايا ونوجد المول اللي غادي ندير فيه هاد الكيك هذا. ممكن انكم ديروا وحده في مول واحد وتجيكم عاليه، ممكن اللي بغيتو نتوما. وخلاص هي ملي تتجي تتبرد عاد باش تزيد تزيان اكثر واكثر. المهم انايا غادي ناخذ نجمع هنايا ونوجد لي مول اللي غندير فيهم الحشوه ونتلاقاو. بالنسبه للوليدات الصغار تيعجبهم انهم كل شي حاجه غدا صغيره مينياتور هكذايا. داكشي علاش غادي نديرهم في هاد لي مول هادو ديال لي كاب كيك. وبهاد الطريقه هادي حتى تيجيو حتى في التقديم ديالهم تيجيو زوينين. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا
دونك غادي نجيو دابا بالنسبه للعجين. ها هي راه بدات تتخمر عندي شويه. ضروري بالنسبه للعجينه نصبروا عليها حتى بحال ما كيبداو يبانوا دوك الفقاعات، بدات تخمر عندي شويه. غادي نصبها. دابا غادي نبدا ندير في الحشوه من الفوق. بسم الله. نتمنى ان يكون واضح. نزيد نشوف. دونك ها نتوما كما تتشوفوا حاولت باش نعمرها مزيان. راها ما نقول لكمش كيفاش تتجي رائعه بزاف. وهذه الحشوه هذه انا وليداتي تتعجبهم غير بحال ما هكا. شتي هذه الحشوه غير بحال ما هكا تياكلوها هي بالمعلقه، يعني انهم ما يحتاجش انهم يصبروا عليها حتى تطيب. وفعلا تتجي لذيذه. جربوها بالنسبه هكذا كوصفه العشاء، كوصفه بحال هكا في الكوتي، شي حاجه بحال هكا خفيفه مثلا في الغدانيات وتحطوها مع شي سلطه ولا شي حاجه، راه تجي فعلا ساهله في التحضير ديالها ولذيذه بزاف، تتعجب الوليدات الصغار بزاف. دونك انا غادي نديرها بحال هكا، غنخليها حتى تخمر. ضروري من انه العجينه ولا بد تخمر عاد باش ندخلوها الطيب، حيت كما شفتوا معايا راه العجينه فيها الخميره المعجونه ماشي خميره ديال الحلويات. دونك ولا بد نصبروا عليها واحد شويه حتى تطلع، عاد باش ديك الساعه ندخلوها للفران على درجه حراره متوسطه. انا غادي نخليها دابا بحال هكا، نزيد نديكوريها من الفوق بشويه ديال الزيتون الاسود ولا الزيتون الخضر اللي بغيتو، وغادي نخليها حتى تخمر مزيان عاد باش ندخلها للفران ونطلقوا ونوريكم الشكل النهائي. الا بغيتوها نتوما باش تجيكم عاليه ممكن انكم ديروا كلشي في الكيك في كيكه وحده، ولكن انا ما تنبغيهاش عاليه. حتى الكيك العادي اليومي اللي تيكون حلو ما تنبغيهش يكون عالي، دونك تنفضل باش بحال ما هكا نديرو بحال ما هكا. نحاولوا باش ندخلوا ديك الحشوه في الداخل. دونك هذا هو الشكل دابا ديال الكيكه المالحه ديالي اللي تجي على الطيبه ديال البيتزا. ممكن انكم تسميوها كذلك بيتزا سائله، ولكن راه فعلا جربوها راه تجي رائعه بزاف. بالنسبه انا كما شفتوا معايا راه نقصت شويه من العجين باش ما تجينيش عاليه. ما تنفضلش انا داك الكيك، حتى بالنسبه للكيك الحلو ما تنبغيش يكون عالي بزاف، ما تيعجبنيش. ما نتوما على حسب الذوق ديالكم، الا بغيتوها ديروها كامله في عجين واحد. انا نقصت منها واحد الكميه وكذا ودرتها في هذا الليمول هذا ديال لي كاب كيك. ممكن ديروها تقسموها على جوج وديروها في جوج ديال المولات، المهم نتوما على حسب الرغبه ديالكم. دابا غادي نخليها حتى تخمر ونطلقها نوريكم الشكل ديالها ملي تطلع عاد باش غندخلوها للفران ان شاء الله. كما تتشوفوا هنايا هذه الكيك ديالي نفخات ولا ضعف الحجم ديالها، وهنا في الجنب فاش نقلبوها في الجنب تيبانوا لنا واحد الفقاعات بداو تيتكونوا في العجين. دونك صافي دابا دركا ولات جاهزه باش اننا ندخلوها للفران. غناخذ بعدا كيما قبل نديكوريها بشويه ديال الزيتون، زيتون اسود عادي. حاولت بحال ما هكا باش ندير هاد الطريفات ديال الزيتون نغطسوهم بحال ما هكا شويه. راه خمرات تحسوا بها بانها ضعف الحجم ديالها وتحسوا بها بانها طالعه. غندير كذلك حتى شويه ديال الزيتون الاخضر اللي غنقطعو بحال ما هكا دوائر من الفوق. وانا تنحاول الزيتون باش نديرو بحال ما هكا من الفوق، حيت كاين في الاسره ديالي اللي تيبغيه وكاين اللي لا. سينو الا بغيتو راه تخلطوه مع الحشوه من الاول. عرفتوا على الريحه فيها دابا طالعه منها الريحه ديال داك الزعتر مع زيت الزيتون مع ديك البصله الخضاريه. فريمون تمنيتكم انكم تجربوها حيت فعلا تجي لذيذه بزاف. هذه هي لاباز ديالها وهذه هي العجينه.
معتمده عندي انا هاد الكيكه بحال ما هكايا، تكوني مزروبه ولا تكوني بغيتي تصايبي شي حاجه للعشاء ديالك خفيفه، تتحضريها ساهله منها، تتجي بحال هكا بحال على شكل كيك مالحه، على شكل بيتزا، المهم سميوها اللي بغيتو. دونك بحال هكا ناخذ نديكوري حتى هاد سميتو. نتوما شوفوا كيفاش تنفخات العجينه، تنفخات وطلعوا هاد سميتو، مازال غيزيدوا، مازال يطلعوا في الفران. بالنسبه للفرomاج غنخليها حتى طيب وطلع، ونبغي باش نشعل عليها من الفوق عاد باش نزيد عليها الفرomاج الموتزاريلا. يلا ندخلهم الفران ونتلاقاو من بعد نشوفوا الشكل ديالها. في هذا الاثناء اللي تكون عندي انا البيتزا في الفران تطيب، غادي ناخذ نوجد هذا الفرماج موتزاريلا. لا غنحاول باش انه نقطعوه بحال ما هكايا على شكل، نحكو في الحكاكه بحال ما هكا باش نديرو ان شاء الله من الفوق. دابا غندير فوق منها الفرماج ونرجع عاوتاني ندخلها للفران. وها هي البيتزا ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. داك الفرماج تيتحمر واحد شويه من الفوق، صافي الميني كاب كيك راه مايا. دابا غادي نحطها في طبق التقديم، وغادي ندير هنايا هذا عندي هنايا زيت الزيتون دايره محضره خاص، هذا غير بحال ما هكا البيتزا وسميتو تنسم به بحال ما هكا من الفوق البيتزا. كما تشوفوا معايا هنا هاد القريعه الصغيره مدايره فيها شويه ديال زيت الزيتون، ودايره فيها الاعشاب المنسمه اللي وقيته اللي صايبت البيتزا تنسم بها هكذا من الفوق، تندير واحد الخويط هكذا من الفوق ديالها كما غادي تشوفوا معايا. فيها هنا كما تشوفوا ازير، فيها الحباق، فيها ورق موسى، وفيها الزعتر راه واي من التحت. دونك انا غادي نحطها في طبق التقديم وناخذ نسمها بزيت الزيتون. انتم معايا غنحاول بشويه باش نحيد هذا الورق هذا، ولا غادي نقطعو واقيلا. هانتوما كما تشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال هاد الكيكه المالحه اللي تتجي على طيبه ديال البيتزا، رائعه بزاف لذيذه. شوفوا كيفاش تتجي، شفتوا هنايا كيفاش نجات عاليه، مع العلم انه هنا نقصت العجينه باش درت هاد لي ميني كاب كيك، وإلا مشيتو تدرتو العجينه كامله غادي تجي لكم عاليه اكثر. المهم كل واحد واش تيفضل. انا غير تنعاود نذكر بانه انا ما تنفضلش داك الكيك ولا اي حاجه اللي تتكون عاليه بزاف ما تنفضلهاش. دونك داكشي علاش حاولت باش نقص كدا شويه من العجين. مي نتوما الا بغيتوها باش تجيكم عاليه ممكن انكم ديروا العجينه كامله. وشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش تجي محمره من التحت، وها هي كيفاش تجي من الفوق. فريمون لذيذه بزاف وسهله، وكيف ما شفتوا معايا مكونات بساط ومدخلين فيها دقيق ديال القمح. كما شفتوا معايا انا درت فيها حتى دقيقه الحرش. من نتوما الا بغيتوا ممكن ديروها 100% غير بالقمح، او لا 100% بدقيقه الحرش او بالفينو، على حسب المتوفر عندكم. نتمنى فعلا انكم تجربوها. ما نساوش داك شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. ها هويا كما تشوفوا معايا هنايا راه فيه بزاف ديال الاعشاب المنسمه. هذا الزيت هذا نحاول باش ندير شويه بلاتي نجيب نثبت الكاميرا هذا باش ها هو كما غادي تشوفوا معايا. ندير فوق منها هاد شويه ديال زيت الزيتون. ها هي كيفاش تيجيو عاليين ومحمرين. نتمنى فعلا انكم تجربوها، حيت حاجه زوينه وحاجه صحيه نقدموها لوليداتنا وبالصحه والراحه. دابا غادي ناخذ نقطعها باش نوريكم ان شاء الله الشكل ديالها من الداخل كيفاش تتكون. بسم الله. هانتوما ها هي من الداخل ديالها كيفاش تتجي. ها هي شوفوا كيفاش تتجي من الداخل.
شوفوا العجينه كيفاش تتجي مخرقه، ها هي كما تنقولوا مثقبه، كلها العجينه ديالها تتجي مثقبه، ها هي باش تعرفوا بان العجين راها ناجحه. ماما بسم الله. مثقبه كلها هاد العجين من الداخل وتتجي عامره، حيت كما شفتوا معايا انا كثرت فيها الحشوه باش تجي غنيه. وها هي كيفاش تتجي محمره من التحت. شوفوا فريمون نتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله غادي تنال اعجابكم. وكل ما بردات كل ما زادت رطابت اكثر وزادت زيانت مازال ولدات اكثر. نتمنى فعلا انكم تجربوها حيت فريمون غادي تنال اعجابكم. ونخليكم انا هنايا في امان الله. على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، السلام عليكم.